السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا البارحة اكو فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي حتى أنا شاركته. عضو مجلس المحافظة الحالي أكرم شربة محتج على الحكومة السابقة ويقول لهم أنا أحكي لكم بلغة الأرقام. أنا اليوم أيضا أريد أحاججك يا أستاذ أكرم وحاجج المجلس والمحافظ وكل مسؤول بالنجف أيضا بلغة الأرقام اللي جنابك تحتج بيها. ورسالتي موجهة لك بالخصوص لأن أنت صاحب فكرة الشركات الأهلية مال شركات رفع النفايات. الشركات الأهلية اللي حسب ما أذيع بمجلسكم كان الموظف ياخذ 170، تحسبوا له 170 ألف الموظف الحكومي، بينما اليوم الموظف اللي اجى ويا الشركة يحسبوا له 500 ألف، يعني 3 أضعاف تقريبا، وأكلها 750، يعني أدنى راتب عندهم 500. طبعا هي الفلوس هم من عندكم، الفلوس من عندكم، ما جاب شركة فلوس من بيت أبوه ويربح أيضا زين. أنت بدل هذه لو منطيها، والله سألت واحد من عمال النظافة يقول لي لو يعطونا 750 حتى أطب لي البيوت أنظفها. ليش تجيبون مثلا أنت تدري، أنا سويت إحصائية، القسم الثامن حي النداء أكبر حي بالأحياء الشمالية بالنجف، القسم الثامن أنا من أسولف لا من باب مضدانية، خاف واحد يقول أبو صاحب الركابي هذا الرجال دائما يحكي، لا أنا أحكي حقائق، وأي مسألة مو منطقية ردوها علي. القسم الثامن العمال بيه 20 عامل، أريد أشوف القسم كان إيش قد تعطي الدولة وإيش قد هسطت للشركة. 20 عامل على 170، إذا العامل بالسنة إيش قد ياخذ؟ مو 170، أدي أحسب له 250، كملت 80 ألف، يطلع 3 ملايين بالسنة، في 20 عامل 60 مليون بالسنة، العمال 60 مليون يصرفوا لهم، هاي رواتب. طبعا مقسميهم مساء وصباحي. يجيك الكادر الإداري خلي 10 موظفين مو أكثر، شعده هو القسم أقل يجوز من 10 الكادر الإداري، الباقي كلها سواق، ونقول 10 ذولا الكادر نقول مهندسين مساحين بهم أريد أعطيهم 2 مليون، العفو 200 مليون بالسنة. إذا كل واحد مثلا إلى 10 هم على 750 على مليون، كل واحد 12 مليون، 12 في 10 120 مليون، حسبت لهم مليون دولة، 120 مليون و60 180 مليون. هاي لغة الأرقام حجي أكرم، اسمعني ويسمعني كل واحد. 180 مليون 180 مليون أنا جاي أحكي. بعدين لا تحتاج بيه، لا تحتاج تقول لي الآليات، أنت الآليات مو بالسنة تأخذها لك، الآليات مالاته، أنا جاي أحكي لك على إيجار، لو تأجر لك آليات هم ما تعطيها قد بالسنة. عموما 180 مليون وين مليارين و700؟ خلي أجيب واحد أعمى خلي يسولف لي، يعني أنت لو هاي المليارين نصهن تصرفهن على هذه، هسه راح تقول لي أنت، راح تقول لي شو تقول لي مو هذا كوادر راح يجيبوا هواي، ليش ما سويت كوادر؟ بفلوسك راح يوظف الناس مو بفلوسه، أنت ما جبت كوادر، ما شغلت أولادنا، جيب كوادر. اكو مانعك بدال ما ذولا مخلي بس 20 والراحة تجي الشركة تخلي 100، ليش ما خليتها 100 انت؟ الشركة بفلوسك راح تخلي 100، ليش؟ حتى توصل الحال حتى يصير هذا الملف، وانا اقول لك ملف فساد والله. وهذه واليوم طالعين تظاهرات، وانا عندي عامل النظافة مستفاد منه المجتمع والمواطن والوطن أفضل من أثخن شارب بيكم. والدلالة إذا هسه عامل النظافة سوى إضراب أسبوع الناس تصيح الغوث، أنتم سووا إضراب 20 سنة، والله ما حد يدري بيكم وين، لأنه ما نفقدكم، لأنه ما تأثرون. إن غاب إن حضر لا يعد، وإن غاب لا يفتقد. بس هذا الهدر، هذا مو هدر بالأموال العامة،
مو بالمال العام هذا هدر. انا جاي اسوي لك احصائيه ارقام، جاي احاكيك استاذ اكرم عيني، جاي احاججك بالارقام. النوب تقول لي راح تجيني للاليات، الاليات تقدر انت تشتريها، هو ما راح يعطيك اياها الاليات بسنه، راح يظل ذني ياكلن كل سنه تعطيهم مليارين او 700. يعني هذا المليارين مال قسم واحد، بينما انت كنت تصرف 180 لو 200 مليون. هذا من جانب. من جانب ثاني، اذا كانت لابد منها ولازم التمنويت وبعد المساله تنون عليها بعد تعتبر حصه غنيمه، او على الشركات الاهليه او الشركات ما دام من الشمال المحليه، ليش تروح الكردستان تجيب شركات؟ احنا ما عندنا شركات مثلا؟ شركات منا ونشغل ولدنا، اقلها هم تاخذ هم اخذ انت نفسها، بس انت ليش تجيب منك؟ ليش تخلي يعني هسه يقدر مجلسكم المحافظ رئيس الوزراء يقدر يوظف له عامل نظافه بكردستان؟ يقدر؟ ما يقدر. ليش انت تخليني قوه تستعبدني؟ يعني انت انت هنا هسه تجي الشركه راح تعطيهم الاموال للشركه، حتى لو هسه تحتج عليه، لا نشرط عليهم يشغلون اولادنا، يشغلهم بكيفه بالسعر اللي يريده ويتامر عليه. ليش تخليني عبد عنده؟ انا حر. ايضا تنطيه وتخلي له سلطه عليه ويتحكم بيه، ناهيك على ما اقدر ادخل بمسائل بعد اكبر. كلها اخذتها. ايش خلونا؟ حتى هذه كردستان كلها اخذتها. كار الام المجمعات، اكبر مكانات الاستثماريه هي الكردستان. واحنا اني من اطب يفتشون اي واحد من عندكم يطب اللي يسويها ويا الله يطب. يعني ما اعرف قوه خلونا نحكي بهذا واليوم عمال النظافه مسيرات يطلعون والى اخره، وما حد يعير لهم اهميه ورواتبهم. ادعو من هذا المنبر كل شريف، سواء عضو مجلس نواب، وزير، اي صاحب قرار او راي او سلطه بالحكومه، يمنع مهزله الشركات، شركات التنظيف بمحافظه النجف كل المحافظات، اما بمساله بورقه وقلم سالفه اللي يقول عليهم حتى واحد يحاسبهم، واما هذه هدر بالمال العام. وخلي يقارنون ايش كانت الحكومه تصرف على القسم وايش قد هسه تعطي للشركه. في امان الله.